السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتفرجوا اليوم في هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد على قناه اذواق نون. كما كتشوفوا في الصوره، في اطار تحضيرات رمضان غنقدم لكم واحد المعسله رائعه، الا وهي البليغات بالزنجلان. غنقدمها لكم ان شاء الله بشكل جديد على شكل كورني وعلى شكل مخدات، اللي غنحشيهم بواحد الحشوه اللي كتجي رائعه ولذيذه ومعلكه ومعسله. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه والمقادير تابعوني حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله بهاد البليغات اللي بشكل جديد، عندنا هنا واحد نص كيلو ديال الدقيق الفورسي، يكون نوع ديال الحلويات، يكون نوع ممتاز. واحد ساشي ديال الخميره ديال الحلوى. عندنا نص كيلو ديال الزنجلان يكون محمر ولكن ما يكونش فوت فيه التحمر لان مازال تابعو غنقليوه. عندنا واحد 3 المعالق كبار ديال الخل، 3 المعالق كبار ديال الزيت نباتيه، 3 المعالق ديال الزبده مذوبه. عندنا كاس ديال الزهر يكون ماركه مزيانه، واحد 6 ديال الحبيبات ديال المسكه الحره مدقوقين مع واحد معلقه صغيره ديال السنيده. عندنا معلقه صغيره ديال القرفه، وراس معلقه ديال الخميره ديال العجين، وواحد طريقه ديال الملحه. كما العاده الحلويات كنديروا فيهم الملحه والماء دافي باش نعجنوهم ان شاء الله. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. غناخذوا هاد الزنجلان، غنضيفوا الزنجلان. يعني ساهله هاد البليغات هادو ما كياخذوش منك واحد الوقت كبير. دابا البليغ كنقولوا لهم بليغات واخا هما يعني ولاو كياخذوا شكل اخر بلا البليغات، غير هما حيت زعما من القديم كانوا كيديروهم على شكل بليغه وبقات اليوم هاد السميه. غنديروا هذيك معلقه ديال صغيره د القرفه، نديروا هذيك المسكه الحره وهذيك الطريقه ديال الملحه، وهاد راس معلقه صغير ديال الخميره ديال العجين. ما تفوتوش فيه الخميره ديال العجين. وغنضيف هاد الخميره ديال الحلوى. تقدروا ديروا واحد صفار بيضاء الا بغيتوها تجي معكم معلكه اكثر. غنحبر واحد 3 المعالق ديال الزبده. هاد الزبده كتخليها لنا كتجي هشيشه هاد البليغات. وغندير 3 المعالق ديال الزيت نباتيه كما كتشوفوا. ها واحد، ها جوج، ها 3. وغنضيف واحد 3 المعالق ديال الخل. غنعبر 3 المعالق ديال الخل. هاد الخل الدور ديالو كيخلي لنا هاد البليغات كيجيو هشاشين. وغادي نعجنها بهذا الكاس ديال المزهر. الا ما تجمعاتليش بهذا الكاس ديال المزهر غنزيد لها الماء دافي. كما كتشوفوا راه كنعجنها غير باليد، ما نحتاجوش العجانه. تجمعيها في يدك حتى كتجمع كتولي عجينه عاديه. كما كتشوفوا كملت هذاك الماء الكاس ديال المزهر وما تجمعاتش. غندير واحد زيت الماء دافي. من الاحسن ديروا الماء دافي وبداو تجمعوا بها عادي بحال ما مولفين كتجمعوا العجينه ديالكم لا الشباكيه لا ديال اي حاجه. المهم حيت هي ما كتاخذش دليك بزاف لان هاد الزنجلان ما كيعطيكش الطعم. المهم غندخلوا فيها هاد الخليط وغيتجمع ليا هاد العجينه تولي كما بغيتها. نطلقها ان شاء الله. من بعد ما جمعت العجينه البنات شفتوا كيفاش كتجي، يعني كتجي رطبه شي شويه. غير خليوها خفيفه شي شويه لان هي كتجلس راها كتشرب. هي ما كيصلحش زعما تخليوها قاصحه باش فاش كتكونوا كتشكلوها يعني غتجيكم العمليه سهله. فاش تكونوا كتلصقوها كتلصق. دابا غنقطعها على عدد الكرات اللي بغيت. انا غنقسمها على 4 بحال هكا وغنشكلها هكا. يعني هي العمليه ديال هاد البليغات ساهله، يعني ما كتاخذ منك لا وقت لا في الدليك لا في التشكيل ديالهم لا في القلي. يعني ساهلين. اللي ما تصدقلوش الشباكيه يعني يقدر يدير هذه العوض ديالها.
راه كتجي هائله. غنديرهم بحال هكا كويرات وغنغطيها بالسلوفان نخليها ترتاح غير لما نوجد المدلاك والقطاع باش غنقطع، يعني ما كتاخذش شي وقت كبير. دابا غندير عليها السلوفان وغادي نغطيها ونخليها ترتاح، ماشي تخمر لان ماشي بغيناها تخمر، المهم غير باش كترتاح باش كتعاونها في الخدمه وصافي. غنغطيها انا بالسلوفان وغادي نخليها ترتاح نبغي نشكلها نطلقها ان شاء الله. غندوزو دابا باش نطلقوا العجينه. غناخذوا البلاستيك الغذائي غنحلوه. من الاحسن تطلقوها على البلاستيك لان الزنجلان كيبقى يلصق في المدلك وكيتقلع، يعني كيتعذب. وغنغطيها بواحد البلاستيكه وحده اخرى بحال ما كتشوفوا البنات وغنطلقها بالمدلك. غير هو طلقوها ما امكن، حاولوا تطلقوها تكون رقيق، ما تخليوهاش غليظه. راه الا خليتوها غليظه راه ما كتجيش في المذاق زوينه، كتجي مخبزه، يعني ما كتجيش زوينه. يعني انا كنفضلها تكون رقيقه باش كتجي مقرمله. اما فاش كتجي غليظه سبحان الله واخا كتكون مقوماها وديري لها المقادير نفسهم راه ما كيجيش المذاق ديالها مزيان. واخا كتقلى كتبقى خشينه. يعني من الاحسن نحاولوا ما امكن نقوها. شحال مره رققناها مزيان، لان دابا في البلاستيكه راه كتعاوننا. نحاولوا نديروا هكا يعني ما تقصحوش ليها البنات العجينه، يعني حاولوا ما امكن العجينه تكون رطبه. غنطلقها نستمر انا في التطليق ديالها حتى نحصل على هذاك السمك اللي بغيت وغنوريها لكم ان شاء الله. من بعد ما كنكمل التطليق ديالها البنات شفتوا كيفاش كيولي السمك ديالها، يعني رقيقه. شحال ما رققتوها راه كتجي زوينه. غير هما ما تبالغوش عاوتاني في التطليق ديالها، غتقليوها غتجيكم كارمه. غناخذ واحد القطاعه دائريه ولا تقدروا تاخذوا غير الكاس ديال العنبه قطعوا به. غناخذ وغنقطع بحال هكا دوائر كما كتشوفوا. قطعوا اما بالجهه المسننه ولا بالجهه اللي زعما اللي ما فيهاش هاد السنينات. ولكم لكم اختيار، تقدروا تقطعوها غير بالكاس راه كتجي نفس النتيجه ماشي مهم. غناخذها بحال هكا. ومن الاحسن نتوما كتخدموا خليو البلاستيك فوقها باش كتنشف باش ما كتعذبكمش في التشكيل ديالها. غناخذها بهاد الدائره بحال هكا وغنجي بحال غنلويها على صبعي هكا كما كتشوفوا. غنلويها على شكل كورني. شفتوا البنات كندخل صبعي بحال هكا وكنلويها عليه، يعني كتجيني الشكل ديال كورني. وغنقادها من هنا وغنحطها ونخليها تنشف، لان باش تنشف باش كتاخذ الشكل ديالها. نعاود معكم وحده اخرين شوفوا. غنجيبوا دائما هذيك الجهه اللي كتكون لتحت كتكون كتلصق. غنجي وغندير لها هكا. راه ساهله التشكل ديالها ما كياخذش الوقت. ها انتم كما كتشوفوا غنديرها على شكل كورني، لان غادي نعمر هاد البليصه اللي كتبقى خاويه بحال هكا غادي نعمرها ان شاء الله باش كيجيني الكورني المقلي على شكل البليغه. خلاص كنقطعوها وكنجمعوا لها الجناب، وهذا كنعمروه بحال هكا شكل جديد. راه كتجي زوينه الشكل ديالها ولا المذاق ديالها كتجي رائع كما كتشوفوا البنات. كنجيو بحالها وكنجمع هذا كندير هذا على هذا وكنكمل بحال هكا. كنخشي هذا الصبيع ديالك بحال كنشكلها عليه باش كيبقى لي الفراغ كما كتشوفوا. وغنخليها تنشف باش غير نقليها تبقى قابطه ليا الشكل ديالها. وغندير معكم واحد ان شاء الله في الطلقه ديال العجينه الاخرى غندير معكم شكل واحد اخر ان شاء الله باش تشوفوه. كما كتشوفوا البنات انا هنا راني شكلتها على شكل كورني. هنايا هذه اللي درت قطعتهم بالقطاعه ما مسنناش، يعني تقدروا تقطعوها غير بالكاس. قطعتها غير بهذه الجهه هذه وهذه الجهه اللي في هذه المسننه كتجينا الكورني كيجينا على هذا الشكل هكا. يعني لكم اللي كان الاختيار. شتي كنخليها هكا حتى كتنشف. غنوريكم دابا الشكل الثاني اللي غنصايب بها. دابا انا هنا قطعت
العجينه ديالي على شكل دوائر، وغندوز غنصايب لكم الشكل الاخر اللي تقدروا تصايبوه. نحيد هاد القنيتات. الا شفتوا البنات هاد الطريفات ديال العجينه نشفوا لكم، ديروا لهم غير شويه ديال الماء وعاودوا تعجنوهم، راه كتولي رطبه ماشي مشكل. وإلا خفتوا العجينه شفتوها ما بقاتش كتلصق حتى هنا، بحاولوا بقى ديروا شويه ديال الماء. هاد الطرف كناخذ هاد الدائره ديالي وغنجي وغنشدها هكا وغنزير هنا، غنضغط على هاد البلاصه هكا وكنجي كنعاود كنضغط هكا، كنضغط مزيان باش ما كتحلياش في القلي، وكتعطيني هاد الشكل هكا بحال شي خديديه. غنعاود معكم مره اخرى باش توضح لكم الفكره. كناخذوا هاد الدائره وكنقرصوا عليها بحال كنقسموها على جوج بحال هكا، نقرصوا عليها مزيان ونجيبوها عاوتاني لهنا ونقرصوا عليها مزيان بحال ما كتشوفوا. كندخلوا هكا صبيعات هكا باش كتعطينا هاد الشكل. لكم الاختيار، اما ديروا كورني ولا ديروا هاد الشكل ولا ديروا بليغه. يعني دابا كل عام ولينا كنلقاو شكيلات اخرين كيتفننوا فيهم بحال هكا. شتي البنات، وغتخليوهم ينشفوا. غنكمل انا هاد الشكل بحال هكا حتى نديرهم كاملين بحال هكا. هانتوما تشوفوا شتي الشكيلات كيفاش كيجيو، يعني كيجيو شكل مغاير واحد اخر. وغنستمر وغنكمل التشكيل ديالهم كاملين، ومن بعد غندوزو نقليوهم ان شاء الله في الحمام زيت. من بعد ما كملت البنات التشكيل ديال هاد البليغات ديالي او الكورنيات، انا هنا درت على شكل خديديات مخدات، المهم راه الاسماء بزاف، وهنا درتهم على شكل كورني. دابا هنا انا راني درت الزيت سخن، كما ممكن ديروها غير في المقله فوق البوطه عاديه، غير انا هذه كتسهل لي فريتوز، كتهنيني زعما من روينه. غنديرها دابا، خاصها تكون الزيت سخونه كما كتشوفوا راهي بسات باش كتاخذ الشكل ديالها مزيان، وخاصكم تكونوا قارصين عليها مزيان باش ما تحلكمش في المقله. غنديرها نعمر هنا المقله ديالي، راه دغيا دغيا كتقلى، يعني ما فيهاش روينه هي بزاف بحال الشباكيه، يعني دغيا دغيا كتوجديهم كما كتشوفوا هنا كورنيات. من بعد عاد غنقني ان شاء الله هذوك الشكيل ديال اللي بحال المخدات على حساب حتى كينشفوا. من الاحسن غنبدا بهذاك اللي بديت فيه الاول، شكلتهم اللي هما الاواله، وهما اللي غنبدا بهم. كما تشوفوا البنات كيبقاو شادين لا فورم ديالهم. هانتو شوف يعني ما يتحلوش لينا، داكشي علاش حاولوا ما امكن تقرصوهم مزيان. وإلا شفتوا البنات العجينه يبسات لكم يعني ما كتعطيكمش الطول، زيدوا لها شويه ديال الماء. واخا هذوك خصوصا هذوك الطراف اللي كنبداو نحيدو، ديك لي شيتي اللي كنبداو نحيدوهم ونعاودوهم كينشفوا، ما تخافيش منها. يعني ديريها في شويه ديال الماء زهر ولا شويه ديال الماء وعاودي عجنيها وطلقيها. غير هو ضروري ومؤكد تلقيها في بين البلاستيك، لان ما يمكنش الزنجلان كيبدا يعذب. هنا انا راني موجده العسل اللي كما كتشوفوا، العسل ثقيل. غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو، راني كنت وجدته معكم ها هو. وغنخليه غير تقلى ليا البليغات ديالي، غنهزهم او الكورني. دابا تعودنا اننا نقولوا لهم الكورني البليغات، ولكن انا هنا درتهم على شكل كورني، لان هاد البليغات كانوا اول اشياء اللي صايبنا بهم كنا كنديرهم. دابا تفننوا فيهم، لينا كنخرجوا كل خطره كيخرج شكل جديد. هذا ديال الكورني راه كيجي رائع. كما كتشوفوا البنات هنا راه بداو كيتحمروا ليا الكورني ديالي. غنسوسهم من الزيت. علاش كنفضل نستعمل انا هاد الفريتوز، يعني ما كنبقاش نهز وحده بوحده، حيت غير يدي بوحدي داكشي علاش غنحطها غير كتقطر واحد شويه وغنقبطها وغنديرها في العسل. كما كتشوفوا ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا، ها هي سخونه، هما سخونين. غندير عليهم العسل يكون قاصح. هاد المعسلات راه كيبغيو العسل يكون قاصح باش كيبقى قابط فيهم. شتي
غنعسلهم كاملين هكا. راه باش زوينين هاد الكورني ولا هاد البليغات ما يتحلوش ليك في المقله، يعني ما تخافيش منهم انهم يتهرسوا لك ولا يتشتتوا لك في المقله، كتخدمي باريحيه. ها غنخليهم هنا في العسل يشربوا العسل يتعسلوا مزيان. ودابا غندوز ندير عاوتاني هاد نقلي الباقيه. غنستمر بحال هكا نبقى نقلي. بالنسبه للتساؤلات اللي كيسولوني على درجات الحراره اللي كندير في الفريتوز، انا كندير لا 190 درجه. 190 درجه يعني هي هذيك. يعني نتوما في المقله الا فوق البوطه ديروا العافيه تسخن مزيان الزيت، ومن بعد غير تحطلوحوا فيها البليغات، ديروا العافيه تكون متوسطه، ما تجهدوش ليها بزاف، لان هاد نوريكم هاد البليصات هادو هنا عندنا متنين، يعني ضروري هني العجينه مضوبله، يعني ضروري غتكون خاصها طيب مزيان باش كيجيونا طايبين حتى من الداخل، ماشي غير طيب من هنا ويبقى لنا برا الداخل ما طايبش. داكشي علاش شتي البنات باش هي دغيا كنبقى نحركها بحال هكا، يعني واخا تحركيهم بالمغرفه ولا ما كيوقع لهم، ما كيتهرسوا ما والو. دا غنهزهم من العسل وغنخليهم يقطروا مزيان من العسل، وديك الساعه عاد غنتلاقاو ان شاء الله باش غنعمرهم. انا غنحشيهم بالكراميل واللوز، وانتم لكم الاختيار. كما كتشوفوا البنات انا هنا راني كملت هاد الكورني، كنقلبوا على فمو باش كيتستقطر لي من هذاك العسل اللي كيكون فائض لداخل، لانني انا مازال باغا نعمرو. الا ما كنتوش باغيين تعمروا تقدروا تكتفيو بحال به، تخليوه بالعسل ديالو وديروا فيه غير واحد الحبيبه ديال اللوز من هنا. واحد الملاحظه بغيت نقول لكم، الا شفتوا العسل كتسخن كندير انا هنا واحد الحمام ديال الماء بارد، يعني كندير واحد الاناء لتحت كندير فيه الماء وكان بارد، ومره مره كنبدلو باش العسل دائما كتبقى ليا قاصحه، حيت ما هي تدخل فيها وتعاود هاد البليغات مع هما سخونين كيقصحوها. هكا درت حتى في الشباكيه، يعني حتى في الشباكيه هي كنشوفها العسل سخنات كنبردها. غندوز دابا نقلي معكم هاد المخيدات حتى هما كما كتشوفوا بحال هكا كنديرهم، يعني راه كيتقلاو بسهوله نفس الطريقه يتقلاو. وغنهزهم ونعسلهم ان شاء الله كاملين. العافيه كتكون سخونه باش ما كيتحلوش ليا. راه هاد البليغات هادو راه كيجيو اسهل معسلات تقدري توجديهم والد. انا صمورتي راه من احب الاشياء عندها هما هادو، يعني ما كيجلسوش عندنا، يعني دغيا كتاكلهم كيعجبوها. شتي كيفاش البنات، يعني راه دغيا غير هما فاش تبغيو تهزوهم حاولوا ما امكن تقلبوهم على فمهم باش يخويو هذاك الزيت اللي كتكون لداخل ديالهم. نستمر انا في القلي ديالهم ونتلاقى ان شاء الله فاش نبغيو نزينوهم. من بعد ما كملت هاد البليغات ديالي اللي على شكل كورني ومخيدات بالقلي والتعسال، خليتهم هنا كيقطروا في الكسكاس. وغندوز دابا نوجد لهم الحشوه باش غنعمرهم. انا غنعمرهم ان شاء الله بالشوكولاط ابيض. عندي هنا واحد 200 غرام ديال الشوكولاط ابيض، وغندير لهم لاصوص كراميل. هاد لاصوص كراميل اللي كنت صايبت معكم في القناه راه موجوده في القناه. دابا نحط لكم الرابط ديالها الا بغيتوا تصايبوها. كما ممكن انكم تعوضوها بالحليب المركز المحلى اللي بالكراميل. انا غير درت هذا كطيح اقتصادي كان احسن. غنخلطوا مع هذا 200، غندوب هاد 200 غرام 250 غرام ديال الشوكولاط ابيض في حمام مائي، وغنضيف عليه قيمه ديال واحد الكاس صغير ديال هاد لاصوص كراميل مع واحد المعلقه كبيره ديال الكليكوز باش غتكون لي واحد الحشوه اللي غتكون معلكه. انا هنا خديت تقريبا واحد 100 غرام ديال اللوز، فسختها فزقتها وفسختها وقليته في الزيت. يكون الزيت بارد باش كيجينا اللوز مقرمل. وش كما تحاولوا ما امكن ما تفوتوليش فيه التحمر باش ما كيجيكمش مر. غندوز دابا نهرمش هذا اللوز وغندوب هذا الشوكولاط نخلطو مع واحد الكويس ديال هذا لاصوص كراميل مع معلقه كبيره ديال الجليكوز، وغنتلاقاو ان شاء الله.
من بعد ما كنكون ذوبتنا البنات هذيك 250 غرام ديال الشكلاط ابيض مع كاس ديال هذاك لاصوص كراميل، كنحصلوا على هذا الخليط كيكون كثيف بحال هكا. دابا غنضيف له واحد المعلقه ديال الكليكوز، معلقه كبيره كما كتشوفوا. هاد المعلقه كتخلي لنا هاد الكراميل اللي كنعمروا به وهو الشكلاط ابيض كيبقى معلك كما قلت لكم. هذه راه تقدر تكون حشوه زوينه للصابلي ولا. المهم انا كنعمر بها هاد البليغات او الكورني كيجي معلك. دابا غنخليه حتى كيذوب ونسجموا ليه هاد العناصر وغنديروا في هذاك البلاستيك باش غنعمر. غنخليه دابا يذوب على عافيه مهيله ومن بعد غندوزو باش نعمروهم مع بعضياتنا. من بعد ما خلطت هذاك الجليكوز البنات مع الشوكولاط والكراميل كيحصلوا على هذا الخليط هكا كيجي رائع لذيذ بزاف. كما قلت لكم يعني كتجي حشوه اقتصاديه، يعني بلا ما تشري هذاك الحك ديال النسلي كراميل اللي كيكون حتى ما نديرو شويه زايد. دابا انا هنا خديت واحد لابوش جوطابل درتو هنا في واحد الكويس وغنخوي فيه هاد الخليط. غنخوي غير شويه بشويه لان كما كتعرفوا كيجمد. عاوتاني مره نديرو في حمام مائي فوق ما سخليه غنديرو في حمام مائي. انا هنا غنوريكم، انا هنا راني ستت هذوك المخيدات ديالي كاملين. هنايا درت واحد لاطه درت فيها السلوفان باش ما كتلصق لياش هذيك العسل في اللاطه وستفتهم. وهنايا ستفت هاد لي كورني ديالي بحال هكا وغندوز دابا نعمرهم. اللوز عندي راني هرمشته كما كتشوفوا. دابا غندوز نعمر. تقدروا تعمروا غير بالمعلقه بحال هكا. غنوريكم تشوفوا غير بالمعلقه الا كنتو زعما ما بغيتوش ديروا لابوش ديروا غير بالمعلقه. ديروا غير بحال هكا واحد المعلقه صغيره وخويو هاد لاصوص هكا وناخذوا شويش ديال هاد اللوز ونديروا هكا فوق منه كما كتشوفوا ونحطوه. عاوتاني الكورني نفس الشيء غنقبطوه. انا غنوريكم غير بالمعلقه ما انا غنديرو بحال هكا كنعمرو وكنجيب شويش ديال اللوز وكان يجيب على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا. كيجي بحال الكورني اللي كناخذو وكيجي لذيذ مع هاد الشوكولا مع الكراميل كيجي رائع. غير هو انا غنوقفو هكا حتى كيجمد هذاك الشكلاط باش ما كيسيحليش. انا نوريكم وحده اخرى راني درتها معكم. هاي غنستمر انا دابا انا درت هذا بلابوش وغنكمل التعمار ديالهم والتزيين ديالهم ومن بعد غنطلقوا نوريهم لكم كيفاش كيجي. من بعد ما كنكمل التعمار ديال هاد البليغات ديالي او الكورني كيجي على هاد الشكل كما كتشوفوا البنات كيجيو رائعين. انا وقفتهم هنايا باش حتى ينشف عليهم هذاك الكراميل والشوكولا. وقفتهم بحال هكا من الاحسن باش ينشف عليهم وما كيسيلش منهم. انا شطت لي هنا واحد الكميه ديال هاد الكراميل بالشوكولا ابيض كيجي رائع البنات. شفتوا ها هو بدا كينشف بدا كيبس يعني كيبقى معلك كيجي رائع بزاف واللذه فيه يا سلام. وكيزيدهم هاد لي كورني هادو كيزيدهم واحد اللذه رائعه. كنتمنىكم تجربوهم. دابا انا غنخليهم يشربوا وينشفوا مزيان عاد غندوز ديك الساعه ان شاء الله نستفوا في البواطه. بالنسبه للتستاف كندير طبقه ديال السلوفان في القعر ديال البواطه وكندير طبقه ديال هاد البليغات غير كيبس عليهم هذا واخا كتكيوهم راه ماشي مشكل ما كيبقاش يسيل. المهم كندير طبقه وكنبقى ندير طبقه ديال السلوفان وطبقه ديال هاد البليغات او الكورني وهكذا حتى كنكمل التعمار ديالهم وكنخشيهم في الكونجيلاتور كيبقاو صالحين مده طويله. تخليهم في الكونجيلاتور يعني على طول السنه كيبقاو فوق ماش بغيتيهم ديري حريره ولا شي شوربه ولا شي كتلقيهم موجودين عندك. غنخليهم ينشفوا وديك الساعه ندوزو نتلاقاو ونوريهم لكم الشكل النهائي. كما كتشوفوا البنات ها هو الشكل النهائي ديال الكورني
او البليغات اللي درنبت معكم عمرتهم بالكراميل، وهنا درتهم على شكل خديديات. شتي كيفاش كيجيو هائلين. انا هنا استفت هذوك المخيطات، وهنا استفت هاد لي كورني. غنوريكم كيفاش كيجيو لذاذ وشكل جديد وشكل راقي تفرحوا به العائله ديالكم. دابا الطريقه باش غنحتفظوا بهم كما قلت لكم، غندير طبقه ديال السلوفان، وندير طبقه ديال هاد لي كورني، وندير طبقه السلوفان، وندير طبقه ديال هاد الخديديات، وهكا. وانا غادا حتى كنكمل تستف وكنخشيها في الكونجيلاتور، راه كتبقى صالحه مده طويله. غير هو البنات من الاحسن انكم الزنجلان ما تحمروش بزاف، يعني غير كتصهدوه واحد شويه، لان كما كتعرفوا راه تابعوا القلي، يعني كيزيد يتحمر في القلي. والا كنتو فوتوا له التحمار راه كيجي مر. يعني حاولوا ما امكن تصهدوه غير شي شويه، كتحمروه غير شي شويه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وإلا عجبتكم كما العاده ما تنسوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك في القناه، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. خليت لكم الراحه والهنا، الى الملتقى ان شاء الله فيديو قادم. مع السلامه.